مبروك. مبروك يا بكري. قلت لكم قبل اي حاجه تمت المهمه بنجاح، تمت العمليه بنجاح، تم الركب بنجاح، تم الدقر بنجاح. اظن انا كده قلت لكم مين الفرقه الملط ومين الفرقه المستوره ولابسه ومتشيكه قبل اي حاجه. اشرف بن شرقي ده ليه نص ثروتي. السلام عليكم حبيبي اشرف بن شرقي، مستنيك بكره قدام الشهر العقاري. نص ثروتي ليك يا ملك. انت اكيد حلواني، انت بتاع ترط. حبيبي مع السلامه، روح احتفل انت مع اصحابك بقى، يلا مع السلامه. بص يا جماعه، المدير الفني باللعيبه بالجماهير، لا بلاش الجماهير فوق اي حد. بلاش الجماهير، كل ده كوم ركنه على جنب. بيكهام، بيكهام ده اكيد ده بيكهام الحقيقي، ده بيكهام الاصلي، ده صاحب نادي انتر ميامي. شو بيكهام اللي هو ابو شعر اصفر وعين خضراء، ده المضروب، ده المضروب يا بيه. بيكهام ده انا محمد هاني، محمد هاني تخش اوضه اللبس تمسك ستارز بيكهام. عم احمد رمضان بيكهام تمسك الستارز بتاعه تمسحه بوز بوز. كل البزابيز اللي تحت تمسكها تغسلها تمسحها تلحسها. مش ما اشوفكش على الدكه، ما اشوفكش في النادي يا محمد يا هاني. اركن على جنب. ترب، ترب يا جدعان. احسن ماتشين لي اصلا من ساعه ما جم ماتشين الزمالك. تحس ان ترب ده، ترب ترب ده قصه تانية خالص. تشكيله، كل الدنيا قالت تشكيله تعبانه، كل الدنيا مش شايفه ان ترب مدرب. وانا قلت لكم مدرب على قد حاله، تعبان فنيا شويه، بس المسؤوليه كلها على اللعيبه. في ماتش بيراميدز اللعيبه ما كانت بتنزل، الباص ما كانش بيعرف يتعمل، في ارتجال، في مستوى مذبذب، في لعيبه كتير قوي كانت فاقده الثقه، كانت مفكره بيراميدز فرقه تعبانه. فانا بمستواه الزنخ، المستوى البذيء الوحش اللي في لعيبه الاهلي، كنت ممكن انزل العب بيراميدز ويكسبها. دي الثقه اللي كانت عند لعيبه الاهلي. يستر النهارده احسن ماتشاته في الحياه من ساعه ما درب. مش هقول لك احسن ماتشين في فترته مع الاهلي في حياته، هما ماتشين الزمالك، هما ماتشين الزمالك. كابتن مصطفى شوبير انت جميل، انا مش عارف انتقدك ولا احبك ولا ايه، بس انت مجتهد، انت راجل، انت دكر من ظهر دكر. هذا الشبل من ذكي الاسد، من ذكي الاسد. كابتن احمد شوبير النهارده شال ضربه جزاء كانت ممكن تكون نقطه تحول حرفيا للفريق اللي بيلبس لبسه وكلوتات بيضه مدهونين بخطين حمر. حرفيا مصطفى شوبير شال كرة تانية، كرة سيف الدين الجزيري، كرة صعبة جدا. التوقع والتخيل، زي ما تقول الجماهير مش واحدة اتنين هم، انتوا جمال قوي. احنا كسبنا عشان خاطر النادي الاهلي، مش عشان خاطر مدرب ولا لعيبة، عشان اسم النادي الاهلي، عشان انتوا موجودين. بس هي دي الفكرة. فأي حاجة تانية تتبروز تحت إطار النادي الأهلي. خدت بطولة، خدت، ما شاركتش في الكونفدرالية، ما شاركتش، مستواك سيء، باجي قدامك يا حيلتها وتبقى زبوني بتاعي. انت متخيل ان فرقة متصدرة الدوري بتلعبني؟ وانا قلت لفرقة الزمالك دي لو ما كسبتش الاهلي في حالته دي، في اوسخ موسم تاريخيا للنادي الاهلي، تبقى الفرقه دي ما عندهاش حاجه. يبقى حرام عليها تبقى متصدره الدوري، وحرام عليها اصلا تشارك
في الدوري الممتاز، اخيرا دوري درجه تانية. فخلاص، فالنادي الاهلي معروف هنا ايه. في اسوأ حالاتي انا بشوفك بركبك بدقرك. حسين الشحات، حسين الشحات بيشوف الفرقه دي بيفعل وضع الاهانه، بيفعل وضع المرازيه. أنا لازم ارازي الفرقه دي. الفرقه دي ما بتجيش على سكتي، خانقاني. الناس كلها، كل جماهير الاهلي بلا استثناء، بعيد عن التشكيله، كان الوحيد اللي كانوا واثقين فيه ثقه عمياء حسين الشحات. عارفين ان الراجل ده لما بيكون جعان كوره بيجي يفطر ويتغدى ويتعشى على حسكم. اللعيبه كلها فنيا كانت على اعلى مستوى، فنيا كانت جامده قوي 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 قوي، فارقين عن الفرقه التانية، معروفه. النهارده يستر عجبني قوي في فكره ان هو طار التمانيتين، صاب مروان عطيه لوحده 6 ديفندر والتمانيتين طاروا. كنت بتلاقي الشحات ناحيه طاهر، وتلاقي امام ناحيه تريزيجيه، والدنيا كانت جميله وحلوه. اشرف بن شرقي لما بيلعب على عدلته يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. الجون التاني بتاع بن شرقي هو اللي ودى، وهو اللي راح واستلم وحط الجون. بن شرقي بتاعته. في اخر الفيديو حابب اقول لكم الف 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 شكر للجماهير الاهلي، انضف واشرف واحسن جماهير في العالم وعلى مر التاريخ. انا بجد مبسوط وفرحان ان انا بنتمي للجماهير دي وبنتمي للكيان ده. السلام عليكم.